كابتن حسام البدري تقريبا مشي من النادي كان في الاهلي. ليبيا تقريبا. سافر بالظبط. اشتغل مع نادي اهلي طرابلس. ايوه وطلبني انا وميكي برضو ان احنا تحديدا، نبقى ده هو موجودين، انا خلاص وميكي مقتنع بيك وتمام يعني. وكابتن عمر جمال. كابتن عمر جمال تمام. طلبني انا وميكي ان احنا نروح حتى على سبيل الاعاره، حلو. وفعلا رحنا على سبيل الاعاره. المفروض ان انا اروح ابدا فتره الاعداد مع النادي من شهر 7. حلو. فمن اقتناع كابتن حسام برضو ان كتبنا بند في العقد ان انا هخلص تجنيد في شهر 9. حلو. يوم 1/9، يوم 2/9 اخلص اوراق، يوم 3/9 ابقى متواجد في ليبيا مع النادي. طب حلو جدا. كابتن حسام وافق وتمام، وحتى ما حضرتش فترة إعداد كانت في تونس. بعد ما خلصت أوراقي طبعا سافرت مع الفريق، واشتغلت معاهم فترة إعداد يعني صغيرة، ولعبت معاهم ماتشات لحد ما جت بقى المشكلة بتاعت كابتن حسام، وإن حصل إطلاق نار عليه اه والحاجات دي كلها. فالأحداث في ليبيا كانت صعبة كانت جدا. صعبة جدا اه. صعبة جدا جدا. يمكن أنا طلبت إن أنا ما أكملش، كابتن حسام البدري مشي، جه كابتن طلعت يوسف. ما كملتش ورجعت، كنت على ذمة النادي حرس الحدود. قطعت الإعارة ورجعت، كان برضو يعني الأمور هناك في حرب، حرب خفت. بمعنى الكلمة. اه خفت. مش قصة طب خوف على حصل قد حاجة وانت ما هناك ولا شفت حاجة انا بعينيك؟ انا انا شفت بعناية والله. شفت ايه احنا بقى؟ كنا قاعدين في مكان انا وميكي في شقة واحدة، كنا بنشوف الصواريخ في مضادات الطيارات، الصواريخ في الجو بالليل. والله انت قلت العظيم بقى كرة ايه وبتاع دبابات، ايه؟ اللي ماشي بكلاشينكوف في يا الشارع. نهار ابيض. والله العظيم ده اللي انا بقوله ده بحكيه، انا شفته بعيني. شفت بعينيك. واحنا في الملعب في تمرينة اه. حصل اطلاق نار. يا نهار ابيض. وعايز اقول لك اللعيبه كلها كانت بتجري على غرف الملابس موطيين كده، خوف ان اي حد يجي فيه رصاصه من طب الرصاص اللي بيضربوا نار كانت في بتضرب. ايه؟ بيضربوا في اللعيبة يعني ولا ايه؟ لا مش بيضربوا في اللعيبه، هم بيضربوا جزء من مصراتة في ليبيا وجزء من طرابلس. بيلعبوا مع بعض. قاعد في فاحنا بابجي انت. دخلنا بقى، وطبعا كان في رهبه مش طبيعيه. اه فهو الاحداث دي كلها اللي خلتني ارجع يعني، ورجعت بعد لازم كده ترجع، كملت. هتقعد تعمل ايه؟ صحتنا طب بقى واهلك بقى ما عرفوا بالكلام الضرب وكده، ايه اللي حصل؟ لا كان عندهم علم وخلفيه، وكنت بتواصل معاهم طبعا، وكانوا في خوف. ووالدتي ساعتها كمان يعني كانت بتكلمني كل شويه تطمن عليا. و برضه دي حاجه من الحاجات اللي خلتني ارجع يعني. انا طلبت ان انا ارجع وقطعت الاعاره ورجعت. ايه اللي وداك؟ ايه اللي وداك هناك؟ بالتراضي كابتن طلعت طلبت منه. طب آه، وكابتن طلعت تكمل في الحرب والضرب ده؟ كمل لان الدوري اتنقل لتونس. اه صح، يعني يعني الفترة دي الدوري ساعة الليبي، وبالمناسبة نادي أهلي طرابلس خد الدوري السنة اه دي. صح ايوه فأنا رحت ما تونس كملتش فعلا. بس يحسب لي. امم. هم انت كده كملوا معاك دوري الدوري. ليبي كمان. يعني أنا ما كملتش بس يحسب لي. هم كملوا الدوري في تونس. تمام. كابتن طلعت كمل معاهم، وميكي كمان كمل يعني. ميكي ما رجعش معايا، ميكي كمل. حلو. انت خفت انت ورجعت على ما طول. مش خوف والله، بس ده يعني ضرب يا عم. ناس كنت لسه بتموت صغير ولازم بقى. تخاف. كنت لسه صغير شوية.